اول حاجه بقى عندنا عزله، والعزله معاها وحده، والوحده بتجيب مشاعر حزن، والحزن بيتحول لكريفنج اكلات معينه. طيب حابب اسالكم سؤال، مين لاحظ ان علاقتنا بالاكل زادت اكتر بعد كورونا؟ ومنيه بتقول بعد كورونا قعدنا جوه المطبخ. طب مين شاطر يقول لي ليه؟ ايه اللي حصل بعد كورونا؟ فكروا معايا كده، ايه اللي حصل؟ تعالوا نبسط ونفهم ونقصر الموضوع. اول حاجه في شويه دراسات حلوه، الملخص بتاعها اللي الاكل العاطفي زاد بعد كورونا من 30 ل 75%، والناس حصل لها زياده في الوزن نتيجه التوتر والقلق والعزله. طيب هو ايه اللي احنا افتقدناه لما جات لنا كورونا؟ اول حاجه افتقدناها العلاقات. علاقات علاقات ايه يا شريف؟ دي الوحده زي الفل. طيب هي اصلا العلاقات بتدينا ايه؟ ليا الزيارات، اصحابك، خالتك، عمتك، بنت خالتك، بنت عمتك، صاحبك، حبيبك. علاقاتنا، الناس اللي في حياتنا. العلاقات بتطلع هرمون السعاده، وبتطلع برضه هرمون الايه؟ الحب. العلاقات بتطلع دفء، بتديلك انتماء، اللي في حد شبهك انت منتمي ليه، بتديلك تقبل. العلاقات بتدينا كل هذه المشاعر. لما قعدنا في البيت ومفيش علاقات، ايه اللي اتخذ مننا؟ اول حاجه بقى عندنا عزله، والعزله معاها وحده، والوحده بتجيب مشاعر حزن، والحزن بيتحول لكريفنج اكلات معينه. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى في فض، انت مفتقد الروتين، الجيم او السباحه او الخروجات او الكلام ده كله. بقى في مشاعر زهق وملل كتير، بقى في وحده كتير، بقى في عزله. ما بقاش في الهرمون السعاده اللي كنت بتاخده بعلاقات راح، فبتقعد انت ووحدتك ومالك وزهقك في بيتك.